الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اعزائي جميع متابعين قناتكم ارانب الخير في كل بيت، انا معاكم النهارده ان شاء الله في فيديو جديد مهم. دايما في التعليقات انا باخد كل اللي الاخوات والاخوه، طبعا اي حد بيسال عن اي سؤال في التعليقات بيبقى مهم بالنسبه للناس، فالسؤال ده لما يتكرر فترات طويله يبقى ده بيشغل بال اكتر، يعني حد اكتر من حد بيسال في التعليقات او على التليجرام او الحاجات دي. وتربيه الارانب زي ما قلنا من البدايه ان هي سهله وبسيطه، بس مع اللي بيتابع كويس واللي بيتعلم بسرعه. هتعلم بسرعه، هتابع كويس، هربي ارانب صح، وهيبقى عندي احسن انتاج من الارانب. زي ما انتم عارفين اليومين دول الارانب بسم الله ما شاء الله سعرها بدا يزيد زياده واضحه جدا، بسم الله ما شاء الله. ودي شويه سلالات كده اللي هي الحجم الكبير، بسم الله ما شاء الله، كان الشيخ سامر جايبهم، انا بصور معاهم دلوقتي، وان شاء الله هيبقى في امهات اليومين الجايين، امهات تانية، وزي ما قلت بط وفراخ وسمان. ربنا بس يسهل ويجي لنا، بس ايه، احنا خايفين من دخله البرد علشان الحاجات دي بتبقى تتعب في دخله البرد. طبعا تربيه الارانب سهله وبسيطه مع المتابع والمذاكر كويس. انا لو بادئ اي مشروع دايما بدور هل المشروع ده هيكسبني، المشروع ده هيخسرني، المشروع ده هكسب من وراه ايه، طيب انا هتعب معاه ولا لا. طبعا كل حاجه، مفيش اي شغله في الدنيا غير فيها تعب، لازم الانسان يتعب شويه علشان يلاقي ثمره التعب بتاعه. طبعا الارانب سهله وبسيطه بس مع الفاهم واللي متابع. اللي متابع اي حاجه هتبقى سهله بالنسبه له. تعالوا كده نبدا نقول الام ولدت. الام دي بسم الله ما شاء الله حنينه وناتفه وكويسه وكل حاجه. واحده بعتلي في التعليقات او واحد مانيش فاكره بيقول الام رضعت ولادها ولقيتها واكله واحد منهم. طب اعمل ايه؟ اديتها حاجات كتير. طب ايه السبب ان هي بتاكل الخلفات؟ ايه السبب ان انا مثلا غفلت عن الام دي فكلت واحد من الخلفات او اتنين من الخلفات، او لقيت اجزاء من الارانب الصغيره عن الام في الولاده؟ طيب انا ايه اللي يخليني استنى؟ انا دايما بقول لازم نعرف ميعاد التلقيح، ميعاد الجس، ميعاد الولاده. لازم الثلاث حاجات دول اكون عارفاهم كويس او ادرسهم. انا مثلا الارنبه دي بسم الله ما شاء الله بقت عندي 3 كيلو الا ربع، يعني بقت جاهزه للتلقيح. اديها للذكر النهارده مثلا كام في الشهر؟ 23 او 24 5، او خلينا ايه يعني إيه؟ النهارده مثلا 20 في الشهر مثلا، انا مش بقول على النهارده، يعني النهارده 20 في الشهر، يبقى انا لقحت النتايه دي على المكلف هنا كده تاريخ التلقيح 20 في مثلا 11. طيب اجي عند 1/12 يعني بعد 10 ايام بالظبط اجس الارنبه دي. ايه الفايده من كده؟ ايه الفايده؟ ان انا ما اقعدش اكل شهر كامل ويكون الارنبه ما مسكتش او ما كانتش مستعده للتلقيح، او كان الذكر تعبان وما مسكتش منه، او الذكر تعب وكبر، او اسباب تانية كتير. يبقى انا اكتب على المكلف هنا مثلا، هنا كده الام مثلا هنا بلزقه كده، واكتب عليها بالقلم الجاف الام دي اتلقحت يوم 20 في الشهر، يبقى تاريخ الجس بتاعها يوم 1 في شهر 12. طب انا جستها يوم 1/12 لقيتها عشار، استنى كمان 10 ايام ابدا اجس بالراحه برضو تاني اتاكد. ممكن في الاول ما اكونش عرفت اتاكد، ما استناش شهر كامل زي ما قلنا، يعني على فترات كده، على فترات، خلينا ماشيين واحده واحده. جستها بعد 20 يوم لقيت بسم الله ما شاء الله الارنب في بطنها بقى قد الزيتونه كده واكبر من الزيتونه شويه، داخل على حجم الليمون. ماشي، يبقى انا كده اتاكدت ان الام ده عشان اهتم بيها بقى، وديها اكل، وديها فيتامينات، وديها بلاش كالسيوم في الايام الاخيره من الحمل من العشار، علشان بيزود حجم الاجنه ويكبر عظم الاجنه ويكبر حجمهم، بيعمل تعثر في الولاده. بلاش، خلينا نبعد عن الكالسيوم. حبه بقدونس زي ما قلنا، حبه اي اكل بسيط كده، لان هي في ال3 ايام الاخيره او ال4 ايام الاخيره بتقل من الاكل خالص، وفي بتفضل في اليومين الاخيره ممكن ما تاكلش خالص. فانا اديها شويه بقدونس، اديها شويه فيتامينات، بلاش حقن، خلينا بعيد عن الحقن خالص للام العشار، بدل هي كويسه وسليمه ابعد عنها خالص. لو في حاجه تجريح في البق ماشي، حبه فيتامينات، حبه جلوكوز اقويها بس عشان تقدر تولد معايا. طب الام ولدت وكويسه وناتفه وحلوه وكل حاجه، انا اعرف ميعاد الولاده امتى؟ بعد 30 يوم من التلقيح
من 30 يوم، من 29 يوم لحد اخر حل للام 34 يوم. الام ما ولدتش بعد 34 يوم بالظبط من التلقيح، يبقى الام دي فيها مشكله بسرعه قد طالب. الحوض لسه ضيق، الام لسه بكريه، حاجات كتير. خلاص انا اديتها نص سنتي طلق، ولدت معايا وبقت عالي العال. امسك الخلفات انضفها واشوف لو في اثار للمشيمه او اثار للدم او اثار لاي حاجه، انضف الخلفات واغير الشعر اللي تحتهم وانضف من اثار الدم ورش يود وانضف الولاده. انا بعمل اللي عليا علشان ربنا يكرمني. بعد كده، بعد اللي عملته ده كله ونضفت الولاده وفرشت قش او فرشت تبنه او فرشت اي حاجه تحت الام تحت الخلفات، يبقى انا كده اطمنت عليهم. اقفل عليهم الباب، دي خطوه مهمه جدا. ما سيبش الباب مفتوح على الام البكريه بالذات. الام ممكن حنيتها الزياده تاكل الخلفات. هي بتاكل الخلفات ليه؟ لان اعتقادا منها ان هي بترجعهم بطنها تاني خوفا عليهم. هي خايفه عليهم، هي عايزه ترجعهم بطنها تاني عشان ده المكان الامين عليهم. خايفه من اللي حواليها، سمع صوت خبط، سمع صوت دربكه، سمع صوت كلب بيهوهو في الشارع، سمع اي صوت تخاف على الخلفات. فانا كده دي خطوات مهمه بعملها قبل ما الام، مجرد ما الام تمسك عشار، مسكت عشار ابقى انا عرفت هنا مع تاريخ التلقيح، هنا تاريخ الجس، هنا تاريخ الولاده. يبقى انا كده الام دي اعدي كل يوم وانا باكل كده ابص على الام نتفت، يبقى لسه قدامها مثلا النهارده بالليل او بكره الصبح بالظبط على الفجر كده تكون الام والده. ما استناش بقى واسيب الام واسيب الخلفات في البرد واسيب الدنيا عندي. ده الانتاج بتاعي بقى، دي حصيله التعب بتاعي بتاع الشهر كله. الام ولدت انا اقف على راسها، ما استناش. اقفل الباب بسرعه، اقفل الباب، اجيب الولاده اظبطها، انا انضف باليود واطهر الام واخليها مزاجها عالي العال. اديها اكل بقى وافتح لها في الاكل وافتح لها الميه بتاعتها. اكيد ادور دايما على الميه تبقى موجوده دايما عند الارنب، بالذات اللي بترضع، بالذات العشار واللي بيرضعوا دول اكتر حاجه خطر عليهم ان الميه ما تبقاش موجوده. مثلا الميه، خطوط الميه بايظه، مكتومه من عند ام معينه، مفيش ميه في الجردل، كل دي مشاكل لازم انا اخد بالي منها. فانا الام ولدت اقفل الباب، ارضع رضاعه حبيسه مرتين في اليوم لمده 10 دقائق. الام مش راضيه ترضع، اعمل ايه؟ امسكها من ودانها ومن ظهرها وارضع الخلفات غصب عنها. مره الثانيه الثالثه هي تدخل من نفسها، افتح الباب الاقي داخله جري على اولادها لان اللبن بيكتر في الضرع بتاعها. اهتم بالضرع برضو، اهتم بمرهم الزنك. ادي حلقه كده شامله عن الام العشار واللي ولدت والرضاعه الحبيسه والحاجات المهمه دي، لان دي حاجه اتسالت. فهي اهم نقطه اساسيه النهارده في الفيديو، ان الام بتاكل الخلفات ليه؟ بتاكل الخلفات خوفا عليها، حنيه زياده. ما انا ما اسيبش الام تبقى لسه هبله وبكريه واسيب الباب مفتوح عليها تدخل تاكل كل واحد شويه، بترجعهم بطنها تاني. فانا كده خسرت الخلفات بتاعتي. يبقى انا الرضاعه الحبيسه بتحافظ لي على الام وتحافظ لي على الخلفه، بتحافظ لي على الخلفه انها ما تاكلهمش، انها ما تفترسهمش. هي مش افتراس ان هي شرسه ان هي وحشه، لا، ده هي حنيه منها زياده، محتاجه كالسيوم زياده، محتاجه اي حاجه. فده غلط مني انا مش من الام. هي الام مش فاهمه حاجه. انا تابع، انا اعرف ميعاد الولاده امتى، انا اعرف ميعاد التلقيح امتى، انا اعرف ميعاد الجس امتى، علشان اقف على راس الام واحط الخلفات في مكان امين واقفل عليهم. عشان زي ما قلت ده مكسبي، وده التعب بتاعي، ثمرة الجهد بتاعي والتعب بتاعي، علشان ما اخسرش في مشروع الارنب وارجع اقول ده مشروع الارنب فاشل. مشروع الارنب انا مش عارف امسك منه فلوس، لا ده انا مش عارف اجني منه اي حاجه، ده انا بتعب ومش لاقي نتيجه مع الارانب. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب يرضاكم، نال اعجابكم، يكون دايما عند حسن ظنكم. النهارده كده انا قلت النقطه دي لانها اتكررت كتير في التعليقات، اتكررت عند ناس كتير سالوني. الارنبه هي اللي انا عالجتها امبارح معاكم، حطيت عليها مسه زرقاء كده على المكان اللي الارنبه الثانيه ضربتها فيها. مسه زرقاء بتنشف بسرعه جدا الجروح، وانا قلت اما اوريها لكم برده في الفيديو. وحطيت عليها مرهم بنتوفيت اس، مرهم لونه بامبي كده بيجي من الصيدليه. البش ده مرهم مضاد حيوي او مرهم فري سي دي. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. ربنا يرضاكم، نال اعجابكم، يكون دايما عند حسن ظنكم. استنونا فيديوهات كتير معاكم ان شاء الله في تربيه الارانب عشان ننجح كلنا مع بعض.
اي اخت من الاخوات الفاضلات تحب تتواصل معايا تليجرام ارانب الخيل للسيدات على رقم الشيخ سامر 010 62815 اي حد يحب يحجز سلالات بطاريات اعلاف ادويه على رقم الحجز 010 646197771. تحت امركم ان شاء الله في اي حاجه تطلبوها مننا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.